تخيل إن أنت شغال على سيريز معينة عبارة عن مجموعة من الأرقام. أحيانا هتبقى محتاج إن أنت تنفذ بعض العمليات الحسابية على الأرقام دي، زي مثلا التيبل اللي قدامنا ده. احنا شفناه مع بعض الفيديو اللي فات. عندنا مثلا كولوم زي البرايسز، ده عبارة عن مجموعة من الأرقام بتمثل الأسعار بتاعة العربيات. الأرقام دي هبقى محتاج مثلا إن أنا أعرف التوتال أو الصم بتاع الأرقام دي. هبقى محتاج مثلا أعرف أكبر رقم فيهم أو أعلى سعر وأقل سعر، متوسط الأسعار، وهكذا. البانداز هتخليك تقدر تعمل كل الكلام ده بمنتهى السهولة عن طريق بعض الميثودز اللي موجودة على السيريز كلاس، نقدر نستعملها علشان ننفذ كل الكلام ده. فخلينا مع بعض نروح للجوبيتر لاب ونشتغل على الكولوم بتاع البرايس ونشوف ننفذ الكلام ده ازاي. في ملحوظة هنا، احنا لغاية دلوقتي بناخد الكولوم وبطريقة مانيوال، نحطه جوه السيريز ونبتدي نشتغل عليه. في فيديوهات جاية هنتعلم ازاي نقرأ ملفات السي اس في، بحيث مباشرة من خلال البانداز نقرأ ملف السي اس في ونتعامل مع كولوم معين منه، وازاي نحول الكولوم ده للسيريز. هنتعلم مع بعض كل الكلام ده في فيديوهات جاية. ولكن لغاية ما نوصل للفيديوهات دي، خلينا الفيديو ده بطريقة مانيوال، ناخد الكولوم ده نحطه جوه سيريز ونبتدي نشتغل عليه. فتعال نروح للجوبيتر لاب. انا هنا جوه الجوبيتر لاب عملت فايل جديد او عملت نوت بوك جديد سميته السيريز ميثودز. تعال نقفل الفايل براوزر ده. مبدئيا طبعا هنحتاج ان احنا نعمل امبورت للبانداز، فاقول هنا import pandas as pd زي ما اتعلمنا مع بعض الفيديو اللي فات. تعالى بقى هنا هعمل ليست كده احط جواها كل البرايسز من التيبل اللي شفناه مع بعض من شويه. بعد كده نبتدي نحوله لسيريز ونشتغل عليه. زي ما انت شايف كده انا عملت هنا ليست اسمها البرايسز، حطيت جواها كل البرايسز اللي اخدتها من التيبل. تعال نشغل السيل دي. فبقى عندي هنا variable اسمه prices شايل جواه كل الارقام او كل البرايسز اللي انا عايز اشتغل عليها. دلوقتي بقى تعالى نحول البرايسز دي لسيريز علشان نبتدي ننفذ عليها العمليات الحسابيه اللي احنا عايزين نعملها. ممكن اجي هنا كده اقول البرايسز اندرسكور سيريز ايكوال، هنقول بقى بي دي دوت سيريز، وابعت لها الداتا ايكوال برايسز. اشغل السيل كده كده بقى عندي البرايسز سيريز، اقدر بقى انفذ عليها العمليات الحسابيه اللي انا عايزها. مبدئيا مثلا انا هكون عايز اعرف التوتال بتاع البرايسز ده، فخلينا كده جوه السيل دي نحولها لمارك داون، واكتب مثلا هنا كده كومنت اقول مثلا السم او التوتال. عايز اجيب السم او توتال الاسعار دي، اقدر هنا مثلا اجي اقول البرايسز سيريز دوت سم. سم دي عباره عن ميثود جوه السيريز كلاس هترجع لي التوتال بتاع البرايسز او توتال الارقام اللي جوه السيريز اللي انا عملتها. في هنا ملحوظه مهمه ان البانداز انترنالي بتستعمل مكتبه تانية من مكتبات البايثون اسمها النمباي. المكتبه دي هي المسؤوله عن تنفيذ العمليات الحسابيه. احنا قدام شويه هيبقى عندنا في القناه هنا كورس كامل عن النمباي، ولكن اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان البانداز بتستعمل النمباي في الباك جراوند علشان تنفذ العمليات الحسابيه. لما اجي هنا دلوقتي اقول البرايسز سيريز دوت سم، هنا هترجع لي التوتال بتاع البرايسز. ممكن احطها هنا كده في فاريبل واقول مثلا السم ايكوال، واقدر بقى هنا كده اجي جوه البرنت اقول مثلا السم ايكوال واحط السم هنا كده واقول شيفت انتر، فهيبتدي يقول لي ان السم او المجموع التوتال بتاع البرايسز ايكوال 214,000. طيب لو مش عايز احطها في variable واطبعها جوه البرنت، ممكن مباشرة طبعا كنا نقدر ناخد السطر ده كده ومباشرة نشغل السيل دي نقول شيفت انتر، فهيرجع لك برضو التوتال او السم، ولكن طبعا بترجعه لك بالداتا تايب بتاعه اللي هو الانتجر 64. 64 ده طبعا بيمثل عدد البايتس جوه الميموري. احنا ما يهمناش المعلومة دي في حاجة دلوقتي، فخلينا نقول ان التوتال اللي بيرجع هو 214,000، وده عبارة عن انتجر او رقم صحيح. لو انت عايز الرقم بس يرجع من غير الداتا تايب، ممكن هنا نقول ناخد برضو ده كده كوبي في سيل لوحدها واقول دوت ايتم شيفت انتر، فيرجع لك الرقم بس اللي هو 214,000. طيب حاجه كمان، مثلا عايز اجيب حاصل ضرب الارقام دي مش مجموعهم، نقول هنا مثلا البرودكت. انا هنا دلوقتي عايز اجيب حاصل ضرب الارقام، فاقدر هنا اقول مثلا البرود ايكوال برضو البرايسز سيريز دوت برودكت بالشكل ده. ممكن برضو نحطها جوه برنت او بقى خلينا مباشرة نطبع القيمة بتاعتها على طول، فاقدر هنا اقول شيفت انتر فيرجع لك حاصل ضرب الارقام دي برضو بالداتا تايب بتاعه. وزي ما اتعلمنا بقى نقدر برضو ناخد كده نفس السطر ده واقول دوت ايتم فيرجع لك الرقم لوحده من غير الداتا تايب بتاعه. اوكي. طيب تخيل ان انا عايز اجيب مثلا الافريج او المتوسط، فاقدر برضو بنفس الفكرة
خلينا نكتب هنا كده كومنت، نقول مثلا الافريج. برضو هقول البرايسز سيريز دوت مين. مين دي برضو عباره عن ميثود موجوده بترجع لي الافريج بتاع الارقام. الافريج طبعا لو انت مش عارف، الافريج هو مجموع الارقام على عددهم. احنا كنا جبنا هنا مجموع الارقام اللي هو 214000 على عددهم. انا عندي هنا 8 ارقام، فلو قسمت 214 على 8 يرجع لك الافريج. ولكن طبعا احنا ما بنعملش كالكوليشنز بطريقه مانيوال، احنا هنستعمل المين ميثود، هي هترجع لنا الافريج بطريقه مباشره. فهاجي هنا كده اقول شيفت انتر، هترجع لك الافريج اللي هو عباره عن 26750. برضو نقدر نقول هنا دوت ايتم عشان ترجع لي الرقم من غير الداتا تايب بتاعه، هتلاقي 26750. طيب حاجه كمان، مثلا عايز اجيب الميديان. تعالى كده نكتب هنا كومنت ونشوف ايه الميديان ده. الميديان يعني الميدل فاليو. انا عندي هنا مجموعه من الارقام بالشكل ده، عايز اجيب الميديان، يعني انا عايز اجيب الميدل فاليو الموجوده في الارقام. اللي بيحصل داخليا ان البانداز مبدئيا بتعمل سورتنج او ترتيب للعناصر دي او الفاليوز دي. بعد ما بترتبهم، لو الارقام عددهم كان رقم فردي، فبطريقه مباشره هترجع لك الرقم اللي في المنتصف. ولكن لو عدد الارقام كان ايفن او رقم زوجي، فاللي بيحصل ان هيبقى عندك رقمين في المنتصف. الرقمين دول بنجيب الافريج ما بينهم وبيكون هو ده الميديان. يعني مثلا احنا عندنا ارقام بالشكل ده، دول عددهم 8 يعني عدد زوجي. فاللي بيحصل ان البانداز مبدئيا هتعمل سورتنج او هترتب الارقام بالشكل ده. بعد كده هتلاقي عندك هنا رقمين اللي في المنتصف اللي هم 22000 و 22000. الرقمين دول هنجيب الافريج ما بينهم، يعني 22000 زائد 22000 على عددهم اللي هو 2، فطبعا الناتج هيكون 22000. هو ده الميديان بتاع مجموعة الأرقام دي. طبعا احنا مش هنعمل الكالكوليشنز دي بطريقة مانوال، احنا عندنا هنا ميثود اسمها الميديان بترجع لك الكلام ده بطريقة مباشرة. يعني اقدر اجي هنا كده اقول البرايسز سيريز دوت ميديان، شيفت انتر، فهترجع لك على طول الرقم الميديان اللي هو 22000. طيب انا مثلا عايز اعرف الماكسيمم او اعلى سعر موجود في الليسته دي. خلينا نعمل هنا كومنت، نقول مثلا الماكس والمين، ماكسيمم ومينيمم. عايز اعرف اعلى سعر واقل سعر. عندنا ميثود اسمها الماكسيمم او الماكس بترجع لنا اعلى رقم موجود جوه السيريز. فاقدر هنا كده اقول البرايسز سيريز دوت ماكس، فهترجع لك اعلى سعر موجود اللي هو 42000. نفس الفكره بالظبط لو عايز اقل سعر موجود، فاقدر اقول هنا دوت من اللي هو مينيمم، شيفت انتر، فترجع لك اقل سعر اللي هو 18000. الفيديو اللي جاي هنكمل وهنتعلم مع بعض حاجه مهمه جدا، وهي الستاندرد ديفيشن.